سنة 1788 الإنجليز يحتلوا أستراليا وبدأوا يعمروها علشان يحولوا الأرض دي لبلد صالحة للمعيشة، وده طبعا بالنسبة لهم لأن أستراليا كان ليها سكانها الأصليين. المهم ما كانش فيه أرنب واحد في أستراليا. الإنجليز جابوا معاهم شوية أرانب علشان يربوهم ويستفيدوا من لحومهم. الأرانب دي بدأت تتكاثر في المزارع، لكن في سنة 1859 حصلت الحكاية الكبيرة. مستوطن إنجليزي اسمه توماس أوستن كان بيحب الصيد وكان زهقان وعايز يعمل حاجة جديدة. توماس يقرر إنه يطلق 24 أرنب في البرية علشان يتكاثروا، وده علشان يقدر يتسلى ويصطادهم. بس الحكاية دي جابت معاها مشاكل كبيرة. أستراليا مساحتها 7.6 مليون كيلومتر مربع، والأرانب بدأت تتكاثر بسرعة رهيبة. كل أنثى بتولد حوالي 7 أرانب، وبتقدر تعيد الحمل 8 مرات في السنة، يعني ممكن تلد 56 أرنب في السنة. والأرانب الصغيرة دي بتبدأ تتكاثر بعد 6 شهور من ولادتها، وبعد 10 سنين عدد الأرانب وصل ل 2 مليون و16 ألف أرنب، يعني أرنب لكل شخص استرالي تقريبا. استراليا ما كانش فيها العدو البيئي او الحيوانات اللي تقدر توقف تكاثر الارانب دي، لان الاعداء الطبيعيه اللي كانوا ممكن يوازنوا عدد الارانب في القاره كانوا قليلين. الارانب بداوا ياكلوا المحاصيل زي الجراد، لدرجه ان الحكومه الاستراليه قررت انها تحط جائزه 25 ألف جنيه استرليني لأي حد يقدر يقدم خطة لقتل الأرانب. سنة 1901 يبنوا أطول سياج كهربائي في العالم، وده طوله وصل ل 7000 كيلو متر، علشان يقدروا يوقفوا الأرانب والكناغر من تدمير المحاصيل والأعشاب اللي بتغذي المواشي. لكن الأرانب فضلت مستمرة في التكاثر، وسنة 1920 وصل عدد الأرانب ل 10 مليار أرنب، وحتى السياج الكهربائي ما قدرش يوقفهم، فاضطروا يبنوا سياج تاني طوله 1166 كيلومتر، وسياج تالت طوله 257 كيلومتر. لكن الأرانب استمرت في التكاثر لحد ما الحكومة الأسترالية بدأت تنشر فيروسات وأمراض لقتل الأرانب، وفعلا سنة 1950 عدد الأرانب وصل لحد 100 مليون أرنب. الأرانب كانت بتسبب خسائر سنوية ضخمة، والسبب إنهم نقلوا كائن من بيئة مختلفة ملوش عدو بيئي طبيعي، واللي حصل إنه خلى التوازن البيئي وخلاه يتخلخل، وده أثر على الاقتصاد الأسترالي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة.